الاسماعيلي يعتمد في الجهه اليسرى كظهير ايسر. المدرب مسعد الدريدي حكم رفع الرايه معلنا عن التسلل المساعد الثاني لمصطفى كشاف حمزه الناصيري. واللقطه الماضيه كانت المتابعه من حمزه الناصيري في الصوره راسان جاو يعتمد عليه المدرب مسعد الدريدي كمرجم راس حربه. الساعة ولا قصة كان قاعد في شعره كان الساعة غير رشيد الطاوسي على العديد من الخيارات في بنك الاحتياط. عدد من اللاعبين الذين من الممكن أن يستعين بهم رشيد الطاوسي في قادم دقائق أعتقد مع بداية الشوط الأول. ولا المرور على الشوط الثاني عفوا المراوغة التمرير محراف الكرة وصلت إسماعيل العرضية قادمة إمكانية الوصول. كرة خارج الملعب الكرة خارج الملعب ركلة مرمى لرائد قزاح وللنجم الرياضي الساحلي رائد قزاح. هذا الاسم طبعا يذكرنا بالمعز قزاح المدرب الذي كان قد اشرف على النجم الرياضي الساحلي على تدريب الفريق قبل سنوات قليله. المعز قزاح المدرب الذي كان قد اشتغل ايضا مع روجي لومير في فترة أولى وفي مرحلة أولى. بعد ذلك سيشرف على تدريب الفريق. المعز من المرور التدخل من الدفاع. والتدخل كان بهذه الطريقة خطأ واضح للكوكب المراكشي في الصورة. المعز أو رائد عفوا وليس المعز رائد قزاح. كرة ثابتة ركلة حرة مباشرة للكوكب المراكشي. فرصة قد تأتي بالجديد قد تأتي بالخبر السعيد. هنا التصويب تسديدة كرة خارج الملعب. تسديدة كرة خارج الملعب تسديدة الجناتي كانت تحتاج لقوة أكبر. تسديدة حمزة الجناتي متوسط ميدان الفريق. إعادة الكرة لرائد قزاح حارس مرمى الفريق. هنا تمرير دائما في وسط الملعب. المرور والمراوغة في الوقت المناسب. تدخل من دفاع الفريق التونسي. أحد اللاعبين تعرض للإصابة. تتوقف المقابلة في هذه الأثناء. هنا الاعتراض على الحكم مصطفى الكشاف حكم الساحة في هذه المباراة. حكم الذي يتوفر على الشارة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. حكم معروف بالصرامة. ركلة حرة مباشرة للكوكب المراكشي. التنفيذ البحث يستمر الضغط يستمر. كرة في وسط الملعب. إعادة الكرة للجمجمي. جمجمي من هناك لجونستون أوموروا. جونستون تمريرة طويلة من جونستون. استلام الكرة من إسماعيل محراب. إسماعيل من الجهة اليمنى لليسرى. يوصل الكرة للعبدي. العبدي يريد المرور لكن التدخل كان من دفاع الفريق
التونسي. في وسط الملعب، كرة لم تتجاوز الخط، إمكانية التصويب، التسديد. في هذه الأثناء عودة